احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ في lesson 4 وده اخر lesson في unit 4. درس النهاردة بيتكلم عن حاجة اسمها complex shapes. ايه يا مستر الكومبلكس شيبس دي؟ قال لي بص، انا اللي بيكون عندي rectangle، الريكتانجل ده اسمه simple shape، شكل بسيط عادي يعني. وعندي ريكتانجل تاني او square وده برضو simple shape. لو انا جبت الريكتانجل ده ولزقته في الريكتانجل التاني بالطريقة دي سايد باي سايد، ساعتها بيبدأ يتكون عندي حاجة اسمها كومبلكس شيب شبه الجاردن اللي انت شايفها دي كده. واحد عنده جاردن، يا بخته، والجاردن بتاعته دي مقاساتها. فالراجل الطيب هيجي يطلب منك ايه؟ هيجي يطلب منك حاجتين. ايه هما؟ واحد، البريميتر. اتنين، الاريا للجاردن. طب يا مستر الشكل ده احنا ما خدناهوش في الكلاس، يعني الدرس ده السؤال ايه ده؟ الدرس ده السؤال ده هحله ازاي؟ الشكل ده هحله ازاي؟ ما خدناش الشكل ده احنا. اعمل ايه واحله ازاي؟ قال لي بص، دلوقتي حضرتك عشان تحسب البريميتر، الديفينيشن اصلا بتاع البريميتر هو انك تجيب الصم بتاع الاوت لاينز، الخطوط اللي من بره دي بتجيب البلس بتاعها. فانت كل الحكاية والرواية عشان تجيب البريميتر فانت محتاج تروح تجيب البلس بتاع السايز دي كلها. فانا هبدأ مثلا هاخد ال6 بلس ال9 بلس ال10 بلس ال3 بلس ال4 بلس ال6 ده اهي. خدنا دول كمان كده، احنا خدنا الارقام كلها، هتروح تعمل لهم بلس 6 بلس 9 15 و10 25 28 32 38. يبقى دي كده 38 متر ودي الإجابة بتاعتي. طيب ده البريمتر بس كده؟ بس كده. ناقصك ايه لسه؟ ناقصني الاريا، عايز اجيب الاريا. طب ماشي يا مستر، البريمتر كنا رحنا عملنا له بلس وجبنا البريمتر خلاص وخلصنا. الوقت حضرتك طالب مني ايه؟ طالب منك الاريا. بس الشكل ده ما خدناهوش في الاريا برضو، ما خدناهوش في البريمتر بس حلناه. طب والاريا؟ هنحله برضو. مستر بس احنا ما اخدناش غير الاريا بتاعت الريكتانجل والاريا بتاعت السكوير، هو احنا هناخد اريا لشكل جديد؟ لا. انا هقسم الريكتانجل ده، هقطعه بحيث ان هو يكون شكل فوق وشكل تحت. اللي فوق بقى يبقى ريكتانجل او سكوير، واللي تحت يبقى ريكتانجل او سكوير. احسب ده لوحده واحسب ده لوحده، واروح اعمل لهم الاتنين ايه؟ بلس. واقوم جاي قايل له ان دي الاريا بتاعتي. طيب خد بالك، انا عشان احسب الاريا بتاعت الشكل اللي فوق محتاج اعرف اللينس كام والويدث كام، او هعمل كام تايمز كام. يعني مثلا اللي فوق انا هعمل 6 تايمز 6 ولا 6 تايمز 9؟ هيقول لي لا يا مستر خد بالك، ال9 دي اتقطعت، يعني اللاين ده اتقطع بقى فيه جزء فوق وجزء تحت، واللي اتقطع ده مش هناخده. فهناخد 6 تايمز مين؟ 6 تايمز 6 اهي، بلس. لسه احنا كده جبنا الاريا اللي فوق، لسه الاريا اللي تحت. هعمل 3 ملتبلاي 4 ولا 3 ملتبلاي 10؟ قال لي لا، مش انت عايز الاريا بتاعت الريكتانجل كله للاخر؟ ايوه، الفور واقفه لحد هنا، انت مش عايز تقف لحد هنا، انت عايز كله، وعايز كله يبقى تاخد الطريق كله اللي هو كام؟ ال 10. وتبقى 3 تايمز 10. هتحسب ال 6 تايمز 6 ب 36، وهتحسب ال 3 تايمز 10 ب 30، تطلع معانا 66 سكوير متر. طب مستر معلش عندي سؤال صغير، هو انا كان لازم اقطعه كده؟ يعني ما كانش ينفع اقطعه كده؟ يعني ما كانش ينفع نقطعه كده؟ لا كان ينفع عادي. يا مستر بس الارقام هتبقى متغيرة، يعني احنا هنا هنعمل 6 ملتبلاي 9 ب 54، لان دلوقتي احنا عايزين الريكتانجل كله. هقول لك صح. وهنا برضو الارقام هتتغير، هتبقى 3 بدل ملتبلاي 10 هتبقى 3 ملتبلاي 4 يعني 12، و54 بلس ال 12 برضه 66 سنتيمتر سكوير، يعني نفس الإجابة التانية ما اختلفتش. مستر بس الدرس ده احنا أخدناه في جريد 3. حصل، خدناه في جريد 3 وحلنا عليه. فتعال نطبق عليه أكتر يلا، علشان لو في حد مش فاهم حاجة يفهمها. ولكن في كمان فكرة صغيرة هتبدأ تظهر معايا من أول سؤال هناخده دلوقتي. إيه هي؟ المشكلة ان انا في السؤال ده كانت السايدز كلها معايا، يعني السايد ده ب6 والسايد ده ب9 و10 و3 و4 و6 كله كان معايا صح. ولكن هنا دي 23 معايا، ده 18 معايا، ده 6 معايا، ده 13 معايا، لكن ده مش معايا. ده فين وده فين؟
مش معايا، الاتنين دول مش معايا. طب اجيبهم ازاي؟ قال لي سهلة. بص يا سيدي، حضرتك دلوقتي سريعا واخد بالك ان انت في عندك سايد نايم، وسايد كمان نايم، وسايد كمان نايم. سيبك من الارقام، كشكل مين اطول واحد فيهم كشكل؟ الشكل بتاع اطول واحد فيهم هو اللي فوق يا مستر، ال 23. حلو. يبقى انت ال 23 عبارة عن 13 مع الرقم اللي انت ما تعرفوش هنا. يعني ال 13 بلس الرقم اللي انت ما تعرفوش هنا ايكوال ال 23 اللي فوق. ايوه، يعني كام؟ 23 ماينس 13 تطلع معاك 10. يبقى السايد اللي مستخبي تحت ده هنا كام؟ يكون 10. ده 10 متر، ده 10 متر. طيب لو انا جيت قلت لك انا عندي هنا سايد، السايد ده واقف، والسايد ده واقف، والسايد ده واقف. شايف اللي واقفين مع بعض واللي نايمين مع بعض؟ اللي واقفين اهم، ده 18 كله، ده اطول واحد فيهم كشكل. بص، ده اعتبره يا سيدي جدار كبير. الجدار الكبير ده فيه قدامه جدار صغير وجدار صغير فوق. لو حطيت الجدار الصغير على الجدار الصغير ده يديك الجدار الكبير، صح؟ وبالتالي ال 18 دي عبارة عن ده بلس ده. اه يا مستر، بس انا مش عايز الكبير، انا عايز الصغير ده اهو. قال لي خلاص ما تعملش بلس، امال اعمل ايه؟ اعمل ماينس. اعمل 18 ماينس ال 6 يعطلك اللي هنا يبقى كام؟ 18 ماينس 6 equal 12. يبقى ده كده 12 متر. تاني قلنا عملنا ايه؟ تاني قلنا عملنا ايه؟ هنا الراجل الطيب ده بيقول لي انا معايا ده 23 كله 23. ده الطويل. ومعاك واحد هنا كمان اهو نايم، ومعاك واحد اهو نايم. الطويل اللي فوق ده عبارة عن الاتنين دول بلس بعض، بس انا مش عايز الطويل اللي فوق، انا عايز واحد من الصغيرين. يبقى بالتالي انا مش هعمل بلس، انا هعمل ماينس عشان اجيب السايد اللي ناقص. لان ال 23 عبارة عن ال 13 مع ال 10 اللي تحت اللي احنا حسبناه. دلوقتي السايدز كلها معاك، تقدر تحسب البريميتر وتقدر تحسب الاريا. عشان اجيب البريميتر هنا محتاج اجيب السايدز كلها بلس بعض، يعني 23 بلس 18 بلس 10 اللي تحت دي بلس 12 بلس 13 بلس 6. اعملهم كلهم بلس. لو مش عارف تعملهم بلس ازاي ممكن تحطهم تحت بعض في اي مكان. 23 plus 18 plus 10 plus 12 plus 13 plus 6. 3 plus 8 equal 11 plus 0 equal 11 زي ما هي plus 2 equal 13 و 3 16 و 6 22. 2 and carry up 2. 2 plus 2 4 5 6 7 8 82. يبقى البريمتر بتاعي 82 meters. طب والاريا؟ شايف الزلومة دي؟ اقطعها. اقطعها. كده بقى معاك الريكتانجل ده كله، واللي هو عبارة عن 10 times 18 ولا 10 times 12؟ طبعا ال 12 دي واقفة لحد هنا، وانا عايز الريكتانجل كله، فهاخد 10 times 18 بلس مين تاني هنا؟ اخد 6 times 23 ولا 6 times 13؟ قال لي لا، ال 23 دي اتقطعت اصلا، قطعناها فما عادتش موجودة. بقى 6 times كام؟ 6 times 13، واكتبها له هنا. تطلع معاك كام؟ قال لي 10 times 18 ب 180، و 6 times 13 لو مش عارف تحسبها هاتها في جنب. ال 13 بقسمها ل 10 و 3، مرة 6 times 10 ب 60، ومرة 6 times 3 ب 18، تطلع 78. يبقى هنا كده 78. كام كلها؟ 8 plus 0 8، 7 plus 8 15، 5 carry up 1، 1 plus ال 1 اللي موجود يبقى كام؟ يبقى 2، يعني 258 سكويرد متر. ودي كده تكون الاريا بتاعتنا. تعالى تاني اعرفك احنا ازاي كنا جبنا السايز بتاعت الشكل ده. احنا لسه هنحل كتير وكده وبتاع، بس تعالى اعرفك تاني احنا كنا جبنا بس السايز ازاي. دلوقتي لو انا جيت قلت لك الخط ده نايم اهو،
ده كده ده نايم، وده كمان نايم، وده كمان نايم. بغض النظر عن الارقام، سيبك من الرقم، بص سيبك من الرقم، بصش على الارقام، ماشي. مين اطول واحد فيهم؟ اطول واحد فيهم رقم واحد ولا رقم اتنين ولا رقم تلاتة؟ نمبر 1 هو اللي فوق، صح؟ نمبر 1 ده لو انا بجيبه هعمل بلس. طب لو بجيب نمبر 2 او نمبر 3 يبقى انا محتاج اعمل ماينس. لازم، ليه؟ لان انا كده بجيب واحد من الصغيرين. نفس الكلام هيكون مع الاشكال اللي هي زي دي مثلا. زي مثلا ده كده واقف، وده واقف، وده واقف. مين اطول واحد فيهم؟ نمبر 1 ولا نمبر 2 ولا نمبر 3؟ كشكل، سيبك من الارقام، كشكل مين اطول واحد فيهم؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ لا 3. يبقى لو انا بجيب 3 اعمل بلس، لو بجيب 1 او 2 يبقى انا هعمل ماينس. مين ماينس مين؟ الكبير اللي هو 3 ماينس اي واحد في الاتنين. بس كده، بس كده. تعال ناخد كمان سؤال، احنا مش بس عندنا سؤال واحد، احنا عندنا اسئلة كتيرة لسه هنحلها. فبص معايا وهتفهم بإذن الله. هنا انا عندي اول حاجة في السؤال اول ما بشوفه اتأكد الاول السايدز كلها معايا ولا في حاجة ناقصة، عشان لو في حاجة ناقصة اجيبها. ده معايا، وده معايا، وده معايا، وده معايا، بس ده مش معايا. طب ما ده نايم، طب فين النايمين التانيين؟ ده وده. مين اطول واحد فيهم؟ ال7 ولا 3 ولا اللي انا عايزه؟ لا ال7. فخلاص يبقى انا هنا محتاج اعمل بلس ولا ماينس عشان اجيب السايد ده؟ لا انا هنا محتاج اعمل ماينس مش بلس، لان الكبير معايا. طالما الكبير معاك يبقى انا مش هعمل بلس، انا مش هعمل بلس يبقى هعمل ماينس. فهتبقى 7 ماينس مين؟ ماينس اللي نايم التاني اللي هو 3، تطلع بفور. يعني ده كده 4 مترز. طيب السايد ده معاك؟ لا، بس السايد ده فيه واقفين زيه اللي هو ده وده. طب مين اطول واحد فيهم؟ ده ولا ده ولا اللي انا عايزه؟ لا ده هنا اللي انا عايزه، ده اطول واحد فيهم. يبقى انا هنا محتاج اعمل بلس ولا محتاج اعمل ماينس؟ هنا محتاج اعمل بلس، طالما ده اطول واحد فيهم اللي انا بجيبه اللونجست سايد يبقى انا هعمل بلس. طب مين بلس مين؟ اللي واقفين اللي زيه، ده واقف وده واقف بلس بعض، يعني 1 بلس 3 تبقى كام؟ تبقى 4. يبقى ده كمان 4. بعد كده هتروح تبدأ تحسب البريمتر وتحسب الاريا. البريمتر انك هتعمل بلس للسايدز دي كلها، 7 بلس 1 بلس 3 بلس 3 بلس 4 بلس 4. ومهم جدا وانت بتنقل الارقام ما تمشيش بشكل عشوائي. يعني ايه؟ يعني ما تقوليش هنا 7 1 4 3 4 3، لا ما تمشيش كده حبيبي، عشان هتنسى حاجة او حاجة هتكتبها مرتين بالغلط. فهعمل ايه؟ لا انا هكتب 7 وامشي هلف كده 7 1 3 3 4 4، او تمشي تلف الناحية التانية، ما مش بجبرك على حاجة، بس ما تمشيش تاخد رقم من كل حتة كده زي الفرخة تقعد ايه تعمل تنقر هنا وهنا 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 وهنا. لا، امشي في اتجاه واحد، امشي في اتجاه واحد عشان ما تنساش حاجة ارجوك. 7 4 4 3 3 1. شكرا. طيب تعالى كده بقى نجيب الاريا. عشان نجيب الاريا هنخش، سلام عليكم، هنقطع زلومتك. قطعنا الزلومة. هنجيب بقى الاريا للزلومة والاريا اللي بقيت الايه الفيل. الزلومة هنا الاريا بتاعتها 1 تايم 7 ولا 1 تايم 3؟ 1 تايم 3. اشمعنى؟ لان ال7 اتقطعت زي ما انت شايف، احنا قاطعين الزلومة وال7 معاها. 1 تايم 3. طب والفيل بقيته 4 تايم 3 ولا 4 تايمز 4؟ قال لي لا، الثري دي اتقطعت لحد هنا وانا عايز الشكل كله، يبقى 4 تايمز كام؟ 4 تايمز 4، فتبقى 4 تايمز 4 الفيل بلس الزلومة 1 تايمز 3، تطلع معايا 16 بلس 3 يعني 19 سكويرد متر. هنا في السؤال اللي قدامي معايا شكل جديد. اي نعم هو نفس الشكل اللي فات بس نزل الزلومة تحت، مش مهم. اول حاجة بعملها هو ان انا اتشيك الاول اتأكد السايدز كلها معايا ولا لا. ده معايا، ده معايا، معايا، ده مش معايا. يبقى احنا كده هنعلم على ده مش معانا، وده كمان مش معانا. ده معانا خلاص، دول بيبقى الاتنين دول بس اللي مش معانا. ده نايم، ده الكبير 8، وده نايم وده نايم. اكبر واحد فيهم مين في اللي نايمين؟ هو ال8. وانا بجيب الصغير، فطالما بجيب الصغير هعمل ماينس، و8 ماينس 3 تبقى كام؟ 5. يبقى 5 سنتيمتر.
طب انا عايز اجيب كمان اللي واقف. طب ما هو ده واقف وده واقف وده واقف، بس مين اكبر واحد في اللي واقفين؟ نمبر 1 ولا 2 ولا 3؟ قال لي لا، نمبر 1 ده هو الطويل. وبالتالي طالما انت بتحسب واحد من الصغيرين هتعمل ماينس. امتى بعمل بلس؟ في حالة ان انا بجيب اطول سايد في اللي واقفين. هنا 6 ماينس ال1 اللي واقف يبقى هنا 5. 5 ايه؟ 5 سنتيمتر. هتروح تحسب البريمتر وتحسب الاريا. البريمتر هو انك تعمل بلس للسايدز دي كلها، يعني 8 بلس 1 بلس 3 بلس 5 بلس 5 بلس 6 equal 8 plus 1 9 و 3 12 17 22 22 6 يعني 28 سنتيمتر. طب والاريا؟ اقطع الزلومة، هات الاريا بتاعت الزلومة لوحدها والفيل لوحده. الزلومة هتبقى 1 times 3 ولا 1 times 8؟ مستر ال 8 اتقطعت ما ينفعش اخدها، فهاخد 1 times 3. طب هنا اخد ال 5 times 5 ولا 5 times 6؟ مش انت عايز الشكل كله؟ يبقى تاخد اللي واخده السايد كله، ما ينفعش تاخد ال 5 لان هي واقفه لحد هنا. انا عايز السايد كله يبقى 6. 5 times 6، 5 times 6 هنا يبقى الاريا بتاعتنا 5 times 6 نحسبها بلس 1 times 3 نحسبها، ونقول له هنا 30 plus 3 equal 33 سنتيمتر سكوير، عشان دي اريا ما تنساش. تعالى في سؤال كمان، بيقول لي انا معايا في الشيب هنا 5 2 2 3 2 2 5. في عندي ميسنج سايد هنا. الميسنج سايد ده اطول من حياتي، ده اطول سايد في السؤال كله مش بس في اللي واقفين. ايه ده؟ معلش يا مستر قبل ما نجيب الميسنج سايد، هو ايه التول اللي من جوه دي؟ التول اللي من جوه دي بتاعت الخط اللي واقف ده. امال هو كاتبها جوه ليه؟ عشان ما فيش مكان بره. اصل التول اللي بره دي بتاعت اللي نايم، وال3 دي بتاعت اللي واقف، وال2 دي بتاعت اللي نايم، وال2 دي بتاعت اللي واقف. فهو بس ما فيش مكان بره فكتبها جوه. ودي 5 سنتيمتر واللي فوق 5 سنتيمتر، انت بس ناقصك ده مش معاك. طب ماشي يا مستر، هو مين اللي واقفين بقى عشان نشوف؟ ما هو ده واقف ده واقف، عايزين نشوف مين اللي واقفين زيه. ده وده وده، التلاتة دول واقفين. المفروض لما اجمعهم التلاتة مع بعض يديني مين؟ يديني الكبير بتاعهم اللي هو مين؟ اللي هو ال missing side. طيب 2 plus 3 plus 2 يبقوا كام؟ ما هو ده 2 وده 3 وده 2. 2 plus 3 plus 2 يبقوا كام؟ قال لي يبقوا 7 سنتيمتر هنا. وبعدين قال لي روح بقى احسب البريمتر واحسب الاريا. البريمتر هو انك تجيب السايدز كلها بلس 5 بلس 2 بلس 2 بلس 3 بلس 2 بلس 2 بلس 5 بلس 7، لان انا بادئ من ال5 ما خدتش ال7 في البدايه فكتبتها في الاخر. اعمل لهم كلهم بلس. 5 plus 2 7 plus 2 9 plus 3 12 plus 2 14 plus 2 16 plus 5 21 plus 7 28. 28 سنتيمتر. ده مين؟ ده البريمتر. طب الاريا؟ مستر هو شكل زي ده، اجيب الاريا بتاعته ازاي؟ بص، لو انت قطعته كده قلت له نقطع دي كده ونقطع دي كده، يبقى انت كده مش معاك شكلين، انت كده معاك تلاتة. 1 2 3. مطلوب منك تحسب الاريا بتاعت الاول والتاني والتالت وتعمل لهم بلس. ويحك، وانا اعمل في نفسي ليه كده اصلا؟ طب ما نقطع الزلومة وبس يبقوا شكلين. فهنا دي عشان احسب الاريا بتاعت الزلومة التخينة دي تبقى كام تايمز كام؟ قال لي 2 تايمز 3. 2 تايمز 3 بلس، وهنا كام تايمز كام؟ قال لي ده 5. هعمل 5 تايمز 2؟ لا يا مستر 2 واقفه لحد هنا. طب 2 تايمز لحد هنا؟ لا انا عايزه كله. طب مين كله؟ ما هو يا مستر كله اهو 7 و5. 5 تايم 7 يبقى 5 تايم 7. نجيب الاريا بتاعت الفيل والاريا بتاعت الزلومه تبقى 2 تايمز 3 6 بلس 5 تايم 7 35. تطلع معايا كلها 41 سنتيمتر سكوير.
بس كده بس كده. تعال نشوف فلافيلو. عنده زلومة وعنده 5 و8 و1 و4 وميسنج سايد وميسنج سايد. تعال نجيب الميسنج سايدز الأول. لو دي كلها 5 ودي 1 يبقى اللي باقي هنا كام؟ هعمل بلس ولا ماينس؟ قال لا يا مستر ده مش صغيرين، لان هنا 1 وده ايكوال الكبير، يبقى بالتالي هعمل ماينس. و5 ماينس 1 كام؟ 4، يبقى ده 4 سنتيمتر. طب ده اللي نايم ده كله 8 وده كله 4، يبقى باقي كام الناحية التانية؟ قال لي يبقى باقي هنا 8 ماينس 4 equal 4 برضو، اللي هي 8 ماينس 4 equal 4. ناقصك تجيب ايه؟ ناقصني اجيب البريمتر واجيب الاريا. يلا بينا يلا بينا. هنا 8 و1 و4 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 و5. تعرف تعمل لهم بلس؟ اعرف اعمل لهم بلس. 8 بلس 1 9 بلس 4 13 بلس 4 17 21 21 بلس 5 26 26 سنتيمتر. لكن وانت بتحسب الاريا اقطع الزلومة. اقطع الزلومة يا فيل يا ابو زلومة. هنا 1 و4 و8، اعمل مين تايمز مين عشان اجيب الاريا بتاعت الزلومة بس؟ كام تايمز كام؟ 1 تايمز 8 ولا 4؟ 4. شطار. ليه؟ عشان ال 8 احنا قطعناها خلاص. 1 تايمز 4 بلس الاريا بتاعت الريكتانجل ده كله كام تايمز كام؟ 4 تايمز 4 ولا 4 تايمز 5؟ 4 ملتبلاي 5 طبعا عشان احنا عايزين السايد كله، انما الفور واقفه لحد هنا بس، الفور بتاعت السايد ده بس. فبالتالي هتبقى 4 بلس 20 تطلع معانا 24 سنتيمتر سكوير. سؤال جديد، زلومة جديدة، نشوف الميسنج سايدز ونعمل بريمتر واريا. يلا يلا. هنا انا عندي السايد ده مش موجود، ده موجود موجود، ده مش موجود، ده موجود موجود. تمام، يبقى احنا عندنا اتنين مش موجودين. اللي فوق ده نايم، ده نايم 4، ده نايم 5. اللي انا عايزه عشان اجيبه هعمل بلس ولا ماينس؟ قال لي لا يا مستر، اللي عايزين نجيبه ده اطول واحد فيهم، فاحنا هنعمل بلس. هنقول له 4 بلس 5، حط ال 5 في مخك والفور على صوابع رجلك، يبقى يطلع معاك 9. يبقى دي 9 سنتيمتر. بعد كده عشان نجيب السايد ده، ده واقف ودي واقفة ودي واقفة، فبالتالي هقول له 6 ماينس 2 عشان اجيب الصغيرة دي تبقى 4. يبقى احنا معانا 6 ماينس 2 ايكوال 4. حلو ماشي. طيب هنا دلوقتي احنا عشان نحسب البريمتر بنروح نجيب السايدز كلها بلس بعض، والسايدز كلها بلس بعض. يعني هقولها له ازاي؟ هقول له 9، انا هبدأ من 9. اوكي، 9 بلس 2 بلس 4 بلس 4 بلس 5 بلس 6. 9 بلس 2 equal 11 و 4 15 و 4 و 5 9 و 6 15. 15 و 15 equal 30 سنتيمتر. تمام. طب والاريا؟ اقطع الزلومة. الزلومة تبقى 2 تايمز 9 ولا 2 تايمز 4؟ قال لي لا، 2 تايمز 4 عشان انا عايز ده بس. تبقى في 2 تايمز 4. وهنا 5 تايمز 6، 5 تايمز 6 عشان انا عايز الريكتانجل ده كله. فبالتالي يبقى الاريا 5 تايمز 6 بلس 2 تايمز 4 equal، تطلع معايا هنا 30 بلس 2 تايمز 4 8، وتطلع معايا هنا 38 سنتيمتر سكوير. ودي كده تكون الإجابة بتاعتي. تعالى معايا كده في السؤال ده. بيقول لي what is the area of the figure. هو مش عايز البريمتر، مصلحة، ريحت. والسؤال تشوز، مصلحتين، ريحوا. احنا عايزين ايه؟ عايزين الاريا. لو احنا جينا قطعنا الزلومة دي هتبقى الزلومة دي 3 تايم 4 12، وجينا قطعنا الزلومة دي 3 تايم 4 12. حلو. بس خد بالك من حاجة، ان ده كله كان 10 وده هي بس لحد هنا مش 8، لا هي كله 8. انا عايز بس لحد هنا، دي كانت 3، الحتة اللي تحت دي 3، يبقى اللي باقي فوق هنا 5. 5 تايمز 10 equal 50 مع 12 و 12، 50 و 12 و 12 يعني 74 كيلو متر سكوير. يبقى الإجابة بتاعتي لتر دي. مستر بس أنا مش فاهم. بص يا سيدي،
انا ممكن احل لك السؤال ده تاني بطريقة مختلفة. مش احنا معانا الشكل ده كله على بعضه، لو احنا كملناه واعتبرنا ان الحتة اللي ناقصة دي موجودة هيبقى ريكتانجل؟ اه. دي كلها 10، ايوه، تايمز دي كلها 8، ايوه، بكام؟ ب 80 كيلو متر سكوير. اه يا مستر، بس احنا كده زودنا حتة هو مش عايزها، عايزين نكنسلها نشيلها تاني. فهقول له الحتة دي الاريا بتاعتها كام يعني؟ قال لي دي 3، والحتة دي تبقى كام؟ تعال اقول لك، دي 4 ودي 4 ودي كلها 10. 4 و4 يعني 8، يبقى اللي باقي هنا 2. صح، ما هي كلها 10، اللي نايمين كلهم 10، وهنا 4 و4 8، يبقى لسه باقي كام؟ 2 بس. يبقى الاريا بتاعت دي 2 تايمز 3 6، يعني 80 ماينس 6 ايكوال 74 كيلو متر سكوير زي ما احنا مطلعين الاولى. دي طريقتين. تعال اقول لك على الطريقه الثالثه من غير ما تدب قلم في السؤال. ايه ده؟ من غير ما احط قلم في السؤال؟ اه. لو انت مركز في اليونتس بتاعت الاريا، عارف ان الاريا لازم اليونت بتاعتها يكون مكتوب عليها سكوير، اللي هي الطول الصغيره. وهنا كيلو متر يعني كيلو متر سكوير، مفيش ولا واحده في الاختيارات كيلو متر سكوير غير لتر دي. شكرا. من غير ما احل حاجه. هنا في السؤال اللي عليه الدور جايب لي تو سيمبل شيبس، وعاوزني الزقهم له الاتنين سايد باي سايد. وكمان بيقول لي سكتش يور شيب، يعني عاوزني الشكل الجديد اللي هيطلع ارسمه، واكتب على كل سايد المقاس بتاعه، واحسب البريمتر والاريا، وترابيزات بلياردو وبينج. كان ناقص يجهز الغدا، بس يقول لي جهز الغدا. هنا انا معايا ريكتانجل اهو، ده سيمبل شيب، وده كمان سيمبل شيب. انت طالب ايه يا عمو؟ قال لي هات الريكتانجل ده وهات الريكتانجل ده، والزقهم لي الاتنين سايد باي سايد، وشد عليهم بلاستر الزقهم، حط جلو. فهنا السايد ده كام؟ 2. السايد ده كام؟ 8، يعني اللي في وشه كمان 8. 8 دي لحد هنا خد بالك. دي 3، واللي في وشها فوق كمان 3، وده 5. ناقصك مين؟ انا ناقصني ده هو بس، ده اللي مش معايا، ده اللي مش معايا. اجيبه. اجيبه ازاي؟ قال لي يا مستر ده هو 2 صح، واللي واقف قصاده الناحية التانية كام؟ 5. يبقى باقي كام؟ يبقى باقي 3 بس، عشان يبقى اللي واقف ده 3 واللي واقف ده 2، يبقى اللي باقي هنا او التوتال مع بعض الاتنين 5. عشان نحسب البريميتر هروح اقول له شايف الارقام اللي بره دي كلها هعمل لها بلس. خد بالك ان في سايد هنا من جوه، السايد ده انا مش هحسبه في البريميتر. ليه يا مستر؟ قال لي علشان البريميتر بيتحسب من بره بس، ما ينفعش البريميتر يتحسب من جوه. اي سايد بره بعده معايا، اي سايد جوه ما بحسبوش. ليه؟ لان البريميتر اصلا هو sum of outlines، اللاينز بتاعت الشكل منين؟ من بره بس. فانا هبدأ من عند 3 بلس ال 5 بلس ال 3 بلس ال 8 بلس ال 2 بلس ال 8 بلس ال 3. يبقى احنا كده جبناهم كلهم بلس 3 و 5 و 3 و 8 و 2 و 8 و 3. اعمل لهم كلهم بس بلس. 3 بلس 5 8 و 3 11 و 8 19 و 2 21 و 8 29 و 3 تبقى 32. يبقى احنا كده معانا هنا 30 ايه؟ 32. 32 سنتيمترز. عشان نروح نحسب الاريا، سهلة دي بقى، لان هو اصلا قاصص الشكل لوحده، الشكل نفسه مقصوص اصلا. الشكل ده لوحده عبارة عن 2 تايمز 8، بلس الشكل ده لوحده عبارة عن 3 تايمز 5. ويطلع معاك كام؟ يطلع معايا دول 16 بلس 15، يعني 31 سنتيمتر سكوير. وهنا يجي دور حضرتك في الحل. هتفتح كتابك بيج 161، قال لك هات لي الاكس اللي هو الميسنج سايد ده الاول، وهات لي الواي اللي هو الميسنج سايد ده، وبعد كده احسب لي البريميتر والاريا. اتفضل. هنا انا عشان احسب الاكس اللي ناقصه، فانا معايا في سايد واقف وفي سايد واقف، والاكس دي اطول واحده فيهم من الشكل، دي صغيره ودي صغيره، دي الكبيره. 2 و 5 7، يبقى الاكس دي ب 7. وبالتالي الواي كمان عشان اجيبها، ده نايم، ده نايم، ده نايم، بس النايم ده الكبير اللي فوق، يبقى 9 minus 7 equal 2، يبقى الواي equal 2 meters.
عشان احسب البريمتر هقول له 9 بلس 7 بلس ال 2 بتاعت الواي بلس ال 5 بلس ال 7 بلس ال 2 تطلع معايا 32 مترز. الاريا لو قطعت الشكل ده كده يبقى الاريا اللي فوق 2 تايمز 9، لان اللاين ده كله معايا، الريكتانجل ده كله معايا، بلس ال 2 بتاعت الواي تايمز ال 5 لان الشكل ده بس هو اللي معايا مش الاكس كلها، تطلع 18 بلس 10 يعني 28 سكوير متر. لو انت كنت قسمت الشكل بطريقة مختلفة ورحت قسمته كده، كانت دي هتطلع معاك 2 تايمز 7 ودي هتطلع معاك 2 ودي 7، يبقى 2 تايمز 7 برضه، وهتطلع 14 و14 يعني برضه 28 زي ما احنا مطلعينها. وما تنساش اليونت. بس كده، هي دي الحكاية، هي دي الرواية. أتمنى تكون استمتعت معايا. أشوفك الحصة الجاية. الهومورك هيجيلك على جروب، والحصة هتجيلك على جروب، والكويز كمان هيجيلك على جروب. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.